تحدث العديد من التقارير الصحفية الفرنسية اليوم الأربعاء عن الإصابات المتكررة التي يتعرض لها النجم البرازيلي واللاعب الحالي للهلال السعودي منذ انضمامه إلى صفوف باريس سان جيرمان عام 2017 إلى الآن. وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن نيمار كان يعاني من كسر في مشط قدمه اليمنى عندما وقع عقده مع باريس سان جيرمان صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قادما من برشلونة، وهو ما يفسر إصاباته المتكررة. وتعرض النجم البرازيلي لكسر في مشط القدم عام 2018 ثم أصيب من جديد في يناير 2019 وغاب لمدة طويلة عن فريقه السابق سان جيرمان، وهو ما يوضح أن اللاعب لم يكن في أتم جاهزيته قبل التوقيع للنادي الفرنسي. وأضافت ليكيب الفرنسية إلى أن أطباء نادي باريس سان جيرمان كانوا يتوقعون تعافي اللاعب في وقت قصير، وأن ذلك لن يؤثر على مستقبله، إلا أن العكس هو الذي حدث مع تجدد الإصابة في مرات أخرى. ولا زال نجم الهلال السعودي يعاني من الإصابة بسبب تمزق في الرباط الصليبي على مستوى ركبته تعرض له خلال مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام الأوروغواي في الشهر الماضي، والتي أنهت موسمه مبكراً.